السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. غنعاود لكم اليوم واحد القصه غريبه عجيبه. في الاواخر ديال السبعينات كان واحد المخزني خدام في المحطه ديال مراكش، كيخدم النهار كامل وبالليل كيمشي لدارهم يرتاح. المهم واحد النهار مشى خدام كيف ما العاده، بانت ليه واحد السيده كبيره في العمر شويه جالسه في دوك الكراسه كتسنى شي حد. من الصباح وهي تما حتى وصل الليل، الوقيته اللي غيمشي فيها لدارو مشى لعندها. قالها ياك لابسه الشريفه، شتك النهار كامل وانتي جالسه هنايا، واش هانيه؟ شكون كتسناي؟ قالت ليه كنتسنى بنتي، اتصلت بها قبل ما نجي من اسفي، قلت لها غنجي عندك تلقاي ليا، كنتسنى هنا من الصباح ما جاتش. ايوا صافي، قال لها ما نخليكش هنا بوحدك، يلا معايا للدار ترتاحي شويه، راه كاينه المدام والبنيتات ديالي والوالده ديالي حتى يصبح ويفتح ان شاء الله، وديك الساعه نرجعك بحالك لهنا. قالت له واخا، مشات معاه للدار. دخلوا للدار، عيط لمرتو قال لها عندنا واحد الضيفه. قالت ليه مرحبا. قال لها بقات فيا نهار كامل مسكينه وهي جالسه في المحطه كتسنى بنتها وما جاتش لعندها، غتبات عندنا هاد الليله وغدا ان شاء الله نردها للمحطه وترجع لدارها. سولاتها واش كتعرف العنوان ديالها يمشيو لعندها ولا الرقم ديال التليفون يتصلوا بها. قالت لها لا مولفه، هي اللي كتديني عندها دابا. قلت لها نبدل الجو، اتصلت بها قبل ما نجي ولكن ما جاتش. المهم دارت مولات الدار العشاء، تعشات تهلاو فيها، بقاو مجمعين حتى وصلت الوقيته ديال النعاس. فرشوا ليها حتى البنات، مشاو هما ينعسوا في بيتهم. غير وصلت 12 ديال الليل بداو البنات كيغوتوا كيعيطوا بابا ماما، هما جامدات في بلاصتهم ما قدروش يوقفوا. ناضوا بالزربة حلوا عليهم الباب، فإذا بهم كيتفاجئوا شعرها وقف وكتحول. هزات الأم البنات هرباتهم لبيتها، هو بقى مصدوم وبدات كتطلفي كتقول ليه عافاك خليني نخرج، عافاك حل الباب، بغيت نمشي. شافها كتحول سد عليها الباب بالساروت وخلاها في البيت. مرتو وبناتو كيبكيو خايفين ما فاهمين والو، مولفين كاع كيسمعوا على بغلة القبور كيف ما سمعناها كاملين، ولكن باش يشوفوها جاتهم غريبة. بقات الليل كامل وهي تدردك، هرست كاع داكشي اللي قدامها. الباب شخشخاتو ولكن ما قدرش تحلو، حاولوا حتى عياو ولكن ما قدرش تحلو. كاع اللي في البيت تهرس، ما خلات حتى شي حاجه صحيحه، لا هما لا الجيران لا ينعسوا. كلشي بقى فايق داك الليله، كلشي بقى سهران. داك الدرديك والاصوات العجيبه اللي كدير عيشاتهم في الرعب. بقاو على داك الحال حتى بدا الهلال الفجر، عاد سكات وبدات ترجع للطبيعه ديالها. ملي حس بها، ملي صافي زقات ما بقى لا صداع لا درديك لا صوت من الاصوات ديالها الغريبه، مشى حل عليها الباب شافها طبيعيه، غير رجليها اللي مازال ما رجعوا لحالتهم الطبيعيه. شافتو جات لعندو كتبوس في يديه، قالت لي عافاك سمح ليا والله ما بغيت يوقع هادشي. شبع فيها عصا النيت، قال لها قولي لي اش كيوقع ليك، كون صيفطتك بحالك كاع ما نجيبك عندي للدار. عيشتينا في الرعب شويه وتسكني ليا القلب، شويه وتسكتي ليا القلب. والبيت شوفي اش درتي، كلشي هرستيه. قالت له اسمح لي بزاف والله اين قلب نقلب نبدل المدينه، الله وعسى يتحيد مني هادشي وما نبقاش نتحول. ولكن هيا هات داكشي باش بنتي ما بغاش تجي عندي، عرفت اش كيوقع ليا وخافت من دار راجلها انا نحشمها معاهم. بدات تبكي وناض من حداها. مشات لمرتو للكوزينه، دارت الفطور وخاصفرة بالخلعه وما عندهاش لقانا. فطرات السيده، طلبت منهم السماحه ومشات معها للمحطه. داوها بحالها، قطع عليه الورقه وصيفطها مع اول كار غادي لقى كبر الحلفه عمرو يبيت شي وحده في دارو ولا يدير شي خير في شي حد. اللي بغات يبات في المحطه سوقو هذاك كاع ما يدخل لداري، واصلا مرتو ما بقاش تخليه حيت اللي داز عليهم ماشي قليل. هذه هي القصه ديال مخزني وبغلة القبور. كاين اللي غيثيق وكاين اللي غيقول لك القصه ماشي حقيقيه من الخيال. ايوا مشات خبيزتنا من واد لواد وبقين انا ولاد الجواد. كانت كتقولها رمانه يسحب ليا الليل فاش كان كيتنعس، وانا كنقولها لكم دابا باش تنعسوا. يلا تصبحوا على خير.